يا هلا وسهلا بكم متابعي راديو تلفزيون يمن المستقبل. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لهجتنا حلوة، وربي يجعل أيامكم ولياليكم حلوة. حلقتنا لهذا اليوم غير، وتتميز لهجة اليوم بجمالها وارتباطها بالطبيعة الصحراوية في أمثالهم وكلماتهم. وش رايك يا تغريد نحيي متابعينا بنفس لهجة اليوم؟ وكيف؟ الله حيهم. الله حياش. وش حالش؟ سلامة. أكيد بعد ما سمعتونا بتكونوا عرفتم إيش هي لهجتنا. مارب الحضارة، مارب التاريخ، مارب السد، مملكة سبا وعرش بلقيس. لهجتنا لهذا اليوم ماربية. طبعا تتميز اللهجة الماربية بالتفخيم للكلمات. مثلا حرف القاف ينطق حرف قاف قاف مثل الجيم حق تعز، وحرف الدال تحس انه قريب لحرف الضاد. مش بس يا تغريد حرف القاف والذال، عندهم كمان حرف الكاف يبدلوها بحرف شين. يعني بالنسبة للمؤنث مثلا يقولوا بدل ما يقولوا كيف حالك يقولوا كيف وش حالك. لا وش حالش. بس بالنسبة للمذكر ما بيتغير، يقولوا وش حالك. ومن اللزمات كمان يا يسرى اللي ما تفارقهم قولهم لما يقولوا وين. مثلا في بداية أي كلمة يقولوا وين حنا، وين جا، وين صار. فهملك؟ وكمان وش هذه يقولوها وش تبي، وش حالك. أيوة. وكمان في التسويف هذه بنسير بنمشي بدل ساعة. ايوه في تضخيم بنفس الوقت في الباء بدل سأفعل سأقول بدلوها بدل السين باء. ايوه كمان عندهم فلا، يعني بدلوه بدلا عن لما. تمام. فلا قد جيت بخبرك. فلا ايوه فلا خلص بارسل لك. فلا بدلا عن لما. انت عارفه لما يجي مثلا انت جالسه وحد يصيح يعني يدعيك باسمك ولا قدم ضبح بك جالسه يدعي لك وانت ضابحه تردي عليه تقولي طعنه عله طعنه هنا في صنعاء يقولوها. اكون ضابحه من هذا الشخص جالس يصيح وانا بتنرفز، جالسه اسمعه اصلا ارد عليه قلت طعنه يعني بس اسكت. احنا نقول سكته يعني اصهلك لاصي. هناك يقولوا وجع طعنه عله. كمان لما يجوا يكلموا الشخص يقولوا خلاص اسكت، يقولوا كبيه. يعني خلاص اسكت. كبيه وكبش بمعنى شلوك. كبي كبش يعني معناته كبي يعني ما عليك من هذا الكلام. أيوة. وكبش يعني شلوك. وكمان مش هذه الأشياء بس، كمان في هناك تحسي زي المهاجر الخاصة باللهجة زي تعز. أيوة. المهاجر اللي ذكرناها في اللهجة التعزية. أيوة في عندهم مواسم مثلا عند البناء، عند بتول، عند الهطول الأمطار. يقولوا أشياء زي المهاجل. أول هذه المهاجل صبر سباني لا عند الباني، وسير سايرة ولا تكوني طايرة، كوني حمامة سايرة في الجو طيري طايرة. كمان عندهم مهاجل عند البتول يقولوا يا صباح الخير يا معين كل طير. كمان عند هطول الأمطار يا من الجود جودة يا محنحن رعودة، زد علينا بفضلك واسقنا الغيث يلا، جل جلالك يا مولانا واحنا عبيدك لا تنسانا. نروح نشوف هذا الفيديو راجعين. على ذي طلعتنا الجبل مسرع نزلتنا، وشلتي من الشبان والشبت تركتنا. هلا يا ذي طلعتنا الجبل مسرع نزلتنا، وشلتي من الشبان والشبت تركتنا. هلا يا ذي طلعتنا الجبل مسرع نزلتنا، وشلتي من الشبان والشبت تركتنا. هلا يا ذي سمت سلا يقولوا من كثر دينا ولا يرتاح بدنياه من فرق محبنا. هلا يا نزلتنا وجلتي من الشبان والشباب.
سمت سلا يقولوا من كثر دينه ولا يرتاح بدنياه من فرق محبينه لا يذب العتينه يلا يلا وشلتي من الشبان إيه أمانه يا نظر عيني حبيبك ساهل حينه ولا تتجاهل طبع الوفا ذي زرعتينه لا يا ذي زرعتينه. وصلنا وياكم طبعا لفقرة الأمثال. كالعادة معنا مجموعة أمثال بنحاول نستعرضها معاكم ونجيب لكم كمان تفسيرها. وأول هذه الأمثال مع تغريد. يا ساري بالأقمار وش غرك بالنهار. يقال هذا المثل لما واحد يكون معه عمل ويأجله اليوم ثاني، مثلا زي المثل اللي يقول لا تأجل عمل اليوم إلى الغد. في كمان مثل يقول فرحنا بالأعمى يونسنا فتح عيونه فجعنا. هذا يقال المثل لما تكوني فرحانة بشخص إنه بيساندك بيدعمك، يكون هذا الشخص هو الشخص اللي بيودف فيش. تفهمناش؟ لما توقعي منه إنه أيوة يدل على الخيانة طبعا. والمثل الثالث يقول بوصيكم بالأجنبي كما الأجنبي حل سار. معنى هذا المثل لما يجي ضيف غريب عندنا لازم نكرمه، لأنه بالنهاية هو بيمشي، لازم نكرمه ونوريه ما مدى كرمنا. في مثل كمان يقول ما طير يوز إلا على حنش. بيدل هذا الخبر على تأكيد الخبر. حلو هذا المثل. يعني لما أجي أسألك أنت تجي تقولي لي خبر وأنا شيء حابة تتأكدي منه. أيوة. أنت فعلا إنه الكلام اللي قلتي لي صح. أيوة تقولي ما طير يوز إلا على حنش. عشان يعني صدقك زيادة. كمان هذا المثل يقول للمنش يضحك على المنخل. معنى هذا المثل إنه أنت لما يكون فيك عيب لا تعيب على الناس، مثلا من يدور عيوب الناس وأكبر عيب يكون فيه. وما دخان إلا بنار. هو نفس المثل العربي اللي يقول ما فيش دخان بدون نار. أيوة. بيدل على إيش؟ بيدل على اليقين. يعني اليقين في أخذ المواضيع وصحتها وكذا. زوج علي وحمله. معناه إنه واحد يتحمل المسؤولية، يعني زوجناه وكمان زي نتحمل مسؤوليته وهم زوج. في كمان مثل يقول كل ما قلنا حلو إنه انطلق أصبح من الخف إلى رأس السنم. يعني هذا المثل زي لما تجلسي تمدحي واحد وهو يشوف نفسه زيادة. أيوة. كل ما مدحناه وقلنا أوه حلو ما أدري إيش. أيوة. شاف نفسه زيادة أزيد من الحد ورفع نفسه لرأس السنم، هو أصلا في الخف. أيوة. يعني في حد الخف. فين الخف؟ فين رأس السنم. شاف نفسه زيادة. أيوة. ما ينفع حسوك جنب عقبة. معنات هذا المثل إنه يكون واحد ما عندوش فائدة، يعني وجوده زي عدمه. يدل على عدم الفائدة. أيوة. وفي مثل كمان يقول لا جيت بلاد العوران صريت عينك. يشبه طبعا المثل لا جيت المثل البيضاني لا جيت بلاد عوران عورت عينك معهم. يدل على إيش؟ أخذ العادات والتقاليد، يعني لما أروح مكان يعني أمشي بعاداتهم وتقاليدهم حتى إيش ما كانت صح كانت غلط أمشي معهم. كمان من الأمثال اللي باللهجة المغربية يسرى ولد 40 يوم حك عينه ولا عورها. معنى هذا المثل يدل على عدم التعديل على الشخص العاقل. مثلا واحد كبير مش يعني معقولة تجيتي تقولي لا. أيوة يقولوا صنعاء ابن 40 يوم ما يعورش عينه. أيوة. يعني لا تعدليش عليه وهو أصلا أكبر منش حتى لو كان بيوم. حتى الولد اللي عمره 40 يوم إذا حك عينه بيحك ما بيعورش بالنهاية. أيوة هو 40 يوم. أيوة. في مثال كمان من أكل ولا حس فقر ولا درع. يعني يدل على عدم التبذير، إنه الشخص اللي بيبذر زيادة بيصرف بدون ما يحسب بدون ما يكون مركز بيفقر. نفس المثل اللي يقول اللي يأكل ما يدريش اللي يأكل ما يحسبش يفقر ما يدريش. أيوة يعني يدل على عواقب عدم الاهتمام بالذات في موضوع التبذير. كمان مثل يقول كلب يعاوي قمر. معنى هذا المثل إنه واحد يكون مرتقي واثق بنفسه زيادة. هذه كانت طبعا كل أمثالنا أو بعض أمثالنا حول اللهجة المغربية. نروح فاصل وراجع. صدرنا ومن بين
قافوا جل ابراحيم شربت كرامات ظل جوي تدريبه والصيد الجايبه هافل ياها طاحي يسقيك يا دارحه ذي الودع الميبه دار ساقها بلا صيفه. لكل لهجة كلمات مميزة، وكلمات لهجتنا اليوم أكيد حلوة. بس قبل ما نشوف إيش كلماتنا وإيش معانيها، معانا فقرة الميدان. نروح نشوف فقرة الميدان وخالد وإيش الكلمات اللي اختارها وإيش كانت ردود الناس، وراجعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. اسمك الكريم؟ عمر مفتاح. عمر مفتاح. عمر مفتاح. يا عمر من وين؟ من عمران. من عمران. من عمران، ومعانا برنامج اسمه لهجتنا حلوة. ايش رايك اول شيء باللهجات اليمنية؟ طبعا اللهجات اليمنية متنوعة كذلك عارف، يعني بحسب كل مكان وبحسب كل محافظة، يعني كل لهجة كل محافظات يعني تتميز بلهجة يعني تميز عن المحافظة الأخرى. كل اللهجات حلوة في النهاية. أكيد بلا شك هذا يعني. لو قلنا لك انه لهجتنا اليوم قريبة من عمران، منطقة تعتبر قريبة، في يمكن بينكم حدود مارب. والله يا صاحبي ما عنديش فكرة عن أصحاب مارب صراحة، ما بنحتكش معهم كثير يعني. ما تعرفش حد من مارب؟ مش كثير يعني، لكن لهجتهم يعني لهجة البداوة يعني معروفة هذا. كيف الحال؟ الحمد لله. اسمك يا كريم؟ أم علي. أم علي. يا أم علي من وين؟ من صنعاء. من صنعاء. طب يا أم علي، نحن معنا برنامج اسمه لهجتنا حلوة. حلوة. والله اللهجة اليمنية حلوة وسلسة، بس في لهجات يعني ما تفهمش المعنى ايش هو، او مثلا تكلموا بسرعة ما تفهمش. في لهجات حلوة يعني واضحة. بالنهاية حتى الكلمات اللي هي سريعة عندهم هم فاهمينها، واللهجات كلها حلوة، لو جونا نفهمها حنحصلها نحن. أكيد. لهجة اليوم بتكون من مارب. الحمد لله. اسمك؟ ابراهيم الفقيه. ابراهيم، وانت؟ احمد السخيم. احمد وابراهيم. احمد وابراهيم معانا برنامج اسمه لهجتنا حلوة. اول شيء انت من وين؟ من صنعاء. من صنعاء. يعني الاثنين من صنعاء. طيب من صنعاء، ايش رايكم في اللهجات اليمنية؟ تمام يعني، بس ايوه، بس صنعاء قدير. ليش؟ صنعاء قدير التوب. انت عجبك صنعاء؟ لهجة صنعاء لهجتها بلادي وهذا يعني. عجباكم، واللهجات اليمنية بشكل عام هي حلوة. طيب لهجتنا اليوم مش من صنعاء. لهجتنا اليوم من مارب. كيف ثقافتكم مع اللهجات؟ تفهم لهجات يعني معك اصحاب من مارب؟ ما بش. نعم. ولا واحد. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ حياك. عرفنا نفسك. رمزي الشافعي. رمزي الشافعي. يا رمزي من وين؟ من صنعاء. طيب يا رمزي، معانا برنامج اسمه لهجتنا حلوة. أول شيء إيش رأيك باللهجات اليمنية؟ اللهجات اليمنية حلوة جدا ومتميزة بنفس الوقت، يعني بتختلف اللهجات اليمنية من قبيلة إلى أخرى، وكثير اللهجات اليمنية متنوعة وكثيرة وحلوة. ولهجة اليوم، حلقة اليوم بتكون من مارب، لهجتنا الماربية اليوم. كيف ثقافتك مع اللهجات؟ والله مارب تحسهم بدويين قوي. لهجة بدوية طبعا. أيوة. عندك أصحاب من هناك؟ والله في عندي أصحاب، بس ما تقدر تدي لهجتهم زيهم. أول شيء قبل ما نتكلم، إيش رأيك في اللهجات اليمنية؟ حلوة جدا يعني. حلوة جدا. أيوة أنا جيت من صعدة، أنا جيت قبل شهر، وفي حاجات كثير يعني مختلفة من لغة صنعاء. استفدت؟ أيه. طيب عجبتك اللهجة؟ قوي. لهجتنا اليوم من فين؟ من مارب. كيف ثقافتك مع اللهجات؟ يعني نص. عندك أصحاب من مارب؟ لا والله. ولا حد؟ كيف الحال؟ لا. اسمك الكريم؟ عبير عبد الواسع. أخت عبير من وين؟ من تعز. تعز. طيب يا أخت عبير، معنا برنامج اسمه لهجتنا حلوة. إيش رأيك في اللهجات اليمنية؟
كل لهجة تختلف عن بعضها، عن منطقة يختلف لهجاتهم. تعجبك اللهجات اليمنية؟ أكيد. لهجتنا أكيد حلوة. طيب لهجتنا اليوم بتكون من مارب، كيف ثقافتك مع اللهجات اليمنية؟ يعني مش كثير. إيه. زميلات، عندك زميلات في مارب؟ لا مش كثير، ما فيش. البرنامج يتكلم عن اللهجات اليمنية، أوكي؟ أول شيء إيش رأيك في لهجاتنا نحن اليمنية؟ لهجتنا والله حلوة، يعني كمان حلوة، احنا مختلفة يعني عن محافظة لمحافظة، وبعدين البرنامج حلو الصدق لما يعني اختار هذا طيب حلقة اليوم من اللهجة الماربية، كيف ثقافتك مع اللهجات؟ لا أعرف عليها شيء الصدق. كيف الحال؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله ونشكره. طب عرفنا بنفسك أول شيء. مصطفى المسعدي، محافظة البيضاء، عايش في صنعاء، اشتغل في يمن. يا سلام. برنامجنا اسمه لهجتنا حلوة. كيف اللهجة اليمنية؟ كل واحد يعتز بلهجته، لهجة حلوة. يعني لهجاتنا اليمنية حلوة. أكيد. منوعة كثير في كل مكان. إيه كثير، في كل محافظة 3-4 لهجات. يا سلام. طيب لهجتنا اليوم بتكون من مارب، كيف ثقافتك مع اللهجات اليمنية؟ والله مارب تعتبر قريبة من لهجتنا، من لهجة البيضاء، يعني يعتبر نفس الجو في مارب والبيضاء نفس اللهجات، قريبة يعني. نبدأ. طيب أول كلمة معانا، إيش معنى لاغب؟ لاغب؟ والله يا صاحبي أي شيء يوصل في بالك، لما تسمع واحد من المغرب يقول لك لاغب، إيش يجي في بالك؟ لاغب. راغب. لاغب باللام. يعني راغب، يعني ايش؟ راغب. أيوة راغب. يعني يريد. طب لو كانت بنت؟ تحب. تحب الشيء ومدري يسموها لاغب. يسموها لاغب ولا لاغبة؟ لاغبة. وصح لاغب ولاغبة، بس انه تريد غلط. لاغب لا ربما تكون من الغلب مثلا او كذا، يعني الغلب يعني مغلوب بالضبط، يعني مغلوب في مباراة ولا مغلوب مقهور؟ يعني بشكل عام، يعني من اي موضوع، يعني مثلا يكون يعني مكهور او ضابح منه، يقول لك كذا. في مغلوب اللي هو مغلوب يعني مكظوم وزي كذا، وفي مغلوب انقلب في مباراة. بهذا القصة يعني انا لا يعني يقول لك لا اعتقد اقولها كذا، بس تفسيري للكلمة يعني لاغب مكهور من موضوع، يعني هكذا مثلا او شيء. طب لو قلت لك غلط؟ لا تكرنيش. هي غلط. فكر في شيء ثاني. يعني لو انت جيت اقول لك انت لاغبة، ايش يعني؟ عاقلة. ايش؟ عاقلة. ما تركبش. يعني ضبحت من شخص معين ولا ضبحت بشكل عام؟ لا اقصد انه قد ربما تكون يعني من شخص ضبح بك. بالضبط. هذاك لاغب منه. بالضبط. غلط برضه. انا يعني مثلا اقول لك والله انا لاغب اليوم، صورت قدنا لاغب. تعب. ايوه. والبنت؟ تعبة. لاغب وايش؟ لاغبة. يعني لغب التعب. اجابتك صحيحة. وشكرا لك معاكي. شوفي هذه بما انك شاركتي معنا، معاكي الجائزة الأولى مقدمة من مركز عالم الجنس للملابس العالمية، وفي كمان معاكي من فاتن للتجميل قدم لك مكياجات. تفضلي، مبروك والف شكر. الكلمة الثانية تقول سحبول. ايش يعني سحبول؟ كلمة قوية صح؟ جدا. هي قوية الكلمة ومعناها قوي. سحبول يعني مريض يعني الشخص المريض ولا الشخص التعبان، لأنه في فرق بين المرض والتعب. بس خايف تكون غلط، تقول لك تعبان ومرض تقول لي غلط. سحبول هي لها معنى، حاجة يسموها سحبول. للأمانة المفردات هذه جديدة علينا يعني. أيوة حاول تفكر، يعني هو لازم نفكر مع بعض في النهاية نوصل لمعنى ما حتنساه. دحين لاغب حتنساه مستحيل. فسحبول
والله ما وجدت لها تفسير. انت قلت مريض، بس انا الشيء اقرب لك، هل مريض ولا تعبان؟ لانه في فرق. لا مريض تعبان ايش الفرق يعني؟ يعني مثلا هذا تعب من العمل، هل يعتبر مريض؟ المريض مرض بالمرض. ها طيب لا يمكن تعبان. تعبان يعني لما يكون واحد تعبان نقول له سحبول. مالك كذا سحبول؟ الله اعلم. ايوه كيف؟ ان شاء الله تكون خليك واثق. لا سحبول مش تعبان. ها طيب يعني مريض ولا مريض. طيب سحبول. لا ربما تكون اسم حاجه موجوده في الشارع. في الشارع. السيارة متسرع حاجة. سيارة كبيرة ولا صغيرة؟ الله يعافينا. سحبوا ما كل شيء القاري هذاك اللي يسحبوا به مثلا يسحبوا برا الحرات مثلا. حاجة يسحبوا فيها مثلا. حاجة يسحبوا فيها الأشياء. بالضبط يعني. غلط. هل هي أداة يعني؟ حاجة أيوة حاجة هي حاجة تستخدمها؟ والله يمكن نستخدمها، يمكن كل إنسان يكون قد استخدمها مرة أو يكون مرة. مثلا يعني سحبول صح؟ سحبول. سحبول طيب ما أدري والله. حاجة موجودة في الأرض. تشوفها في الأرض ممكن. خذ السحبول. حجر يعني؟ يا سلام. ها حجر. حجر يعني السحبول ايش معناه؟ حجر. فين في اي لهجة؟ اسأل مارب. انتوا ايش تقولوا؟ سحبول والله. قولوا له سحبول. والله سحبول. لا والله لا. يعني شوف اللهجات متشابهة على فكرة، تتنوع وتتشابه، والهدف بعدين من البرنامج ان احنا نتعلم لهجة بعض عشان يوصل لهجاتنا فين؟ برا ان شاء الله. طيب معك يا اخ مصطفى. لا دون واحد. هذا الجائزة الأولى مقدمة من عالم الجنز، تمام، مركز عالم الجنز طبعا للملبوسات والملابس الراقية، وفي معك كمان جائزة مكياجات مقدمة من فاتن للتجميل. عندك زميلات صديقات من مارب؟ لا أبدا. لا. قد عرفت ايش؟ مارب، يافع، البيضة، الضالع، هذا كلامهم متقارب شبوه يعني إلى حد ما، بس اللي هي ممكن مارب أيضا متقاربة. الجوف البيضة هذه المناطق بدو إلى حد ما. طيب نبدأ نسألك، معنا كم كلمة حنسألك عليها ونشوف تعرف معناها ولا لا. جاهزة؟ نبدأ إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. يلا بسم الله. الكلمة الأولى تقول إيش يعني القابلة؟ القابلة أيوة. بس كدي لي خيارات، مش خيارات. حقرب لك، بس أول شيء نشوف إيش ممكن توصل في بالك لو واحدة من مارب جت قالت لك القابلة. والله القابلة عندي أنا بمفهوم ثاني. أيوة إيش معها؟ الذي بتولد يعني. يعني هنا في صنعاء يقولوا اللي بتولد، لا هناك مختلف. إيش ممكن تتوقع لو واحدة جت قالت لك القابلة؟ القابلة يعني الجماعة أو الجماعة اللي هم ثلاثة ولا أكثر من ثلاثة؟ أكثر من ثلاثة وما فوق. هو قصدي ثلاثة ولا أكثر من ثلاثة؟ يعني مجموعة كبيرة ولا مجموعة صغيرة؟ مجموعة كبيرة. كبيرة. القابلة كبيرة غلط. كان إيش؟ مش مجموعة كبيرة. يعني اثنين برضو غلط. ثلاثة كله غلط. مش معناه جماعة. إيش يعني القابلة؟ القابلة خليكي معايا، الجمهور ما حينباش. خليكي مركزة معايا وركزي. القابلة بتسوي حاجة يقول لك إيه بسوي في القابلة. بعدين يعني بعدين متى؟ قربي لكن بعدين بعد شوية يعني ولا بعد وقت كثير؟ يعني بعد وقت كثير. بعد وقت كثير. وإذا قلنا لك غلط؟ بعد شوية برضو غلط. لا هي مش بعدين، هي صح انه شيء مستقبلي بس مش بعدين. القابلة فكري كمان، جيبي معانا لازم حنوصل لحد. يعني هل القابلة ناس او شيء؟ لا مش ناس. او مثلا حاجة تنزل مطر او صحراء او جبل او ايش؟ حاجة تنزل مطر قابلة، لا برضو ما تركبش. لو قلت لك انا اقرب لك مثلا يعني ظرف، يعني مثلا يكون وضع او شيء. لا ممكن اقرب لك شوية. قرب. طيب لو قلت لك نلتقي في القابلة، واحد يجي قال لك نلتقي القابلة، يعني مثل يقولون نلتقي في الجولة. ما عرف في جولة؟ كان
ايش القابله يعني؟ يعني القابله هي الجوله. ما لقيت الا هذا السؤال. وصل لي المعلومه انت. قدرت. وصل لي المعلومه. ايش القابله هذه؟ القابله طيب ايش اقول لك؟ القابله قلت لك القابله نلتقي، قلت ما فهمتش معناها القابله. جمله فيها القابله. جمله فيها معناه يعني الذي يرادفها. طب هو وقت، يعتبر وقت. يعني مثلا وقت العصر، وقت الظهر، ولا كيف؟ يوم القابله يعني يوم العيد. يوم العيد متى؟ الصبح ولا متى؟ شوف نحن كان يعني لما يحصل شيء لما يحصل شيء واحد يطلب من ابوه شيء ولا شيء، يقول له خلاص يوم العيد الصبح. ايوه. اطلب من ابوي حاجه يقول لي خلاص يوم العيد الصبح. لا في الظهر ولا في العصر ولا يعني ايش يعني انسى. ايوه. فمعقول انه القابله يعني يوم العيد الصبح؟ ما اعتقدش. لا هو فعلا غلط. القابله هذه حاجه كبيره. بكرة متأكدة؟ يعني لا خليك واثقة، يعني متأكدة بكرة يعني غدوة. ايوه غدوة بكرة القابلة. يعني في مارب ايش بيقولوا لي بكرة؟ القابلة. الإجابة صحيحة فعلا، الإجابة القابلة بكرة. يعني لما يقول له خلاص متى نلقاك في القابلة يعني بكرة. اوكي. طيب معك يا أخت ياسمين أول شيء هذه هدية مقدمة من عالم الجينز، مركز عالم الجينز طبعا الملابس الراقية، ومن فاتن للتجميل مقدم لك مكياج كمان. شكرا لك. هذه سهلة وحقكم. ايش يعني قشطير؟ ايش؟ قشطير. هذا قشطير يعني باللهجة الماربية. ايوه بمارب بيقولوا قشطير. ايش قشطير؟ قشطير اول مرة. سهلة. كلمة سهلة عندك انت تستخدميها. قشطير. استخدمي قشطير. فكر، يقول اي شيء تستخدميه. كتابة اكتب. اشتغل. تكتبي على ورق ولا على اللابتوب؟ يعني تطبعي قصدك ولا لابتوب؟ هذه ما قشطير. كلمة سهلة بس جديدة. سهلة بس جديدة عليك. فكر، اعطي اي شيء يجي في بالك. قشطير سريع. قشطير سريع. طب سريع هو راكب شيء ولا سريع وهو ماشي؟ ممكن يكون هو ماشي. يعني اللي يمشي سريع قشطير. احتمال مش ان شاء الله تكون هي. اجابتك غلط، مش اللي ماشي. راكب حاجة وبرضه غلط. طيب اكل او شيء. اكل ايش منه؟ والله غدا فطور عشاء. صبوح غلط. صبوح غلط. ايش باقي؟ غدا برضه غلط. صح. وعاء. كنت قلتي صبوح غدا، باقي حاجة واحدة. عشاء برضه غلط. غير لي السؤال. لا هو خلاص قد نحن على قشطير. المارب والله سهلة. معاه حق قريب. قد مشينا على صنعاء، مرينا على تعز، مرينا على دمار. اليوم نحن في مارب. لا خلينا في مارب لأنه الحلقة هي اليوم عن مارب. أوكي فقشطير كلمة سهلة. أنت كنت قربتي. أقرب لك شوية. حاجة تستخدم. أكون أقرب لك لما نوصل. حاجة تستخدم. أكلة يعني. أنت قربت بس مش أكلة. قشطير. قلت حاجة صح. لا هو مش صح، شيء ثاني. أكلة. قلت لك أكلة غدا مدري إيش قلتي ولا واحد. لا غير صحن وغير أكلة. يعني مش غدا ولا يعني مثلا شفوت. مش أكلة، هي أداة تستخدم. أداة. مقلاة حرض. مقلاة أو قدر. إيش؟ وعاء. قدر إيش؟ قدر طبخ يسمى قشطير. فين؟ في مارب. وله كمان اسم ثاني هناك يقولوا طست. أيوة. يعني إيش؟ يعني قدر طبخ أو وعاء. خلاص متأكدة يعني؟ متأكدة ونص. إجابتك صحيحة. دحين إجابتك صحيحة. يعني قشطير إيش معناها؟ قشطير ولا قشطير؟ هيا ما هو يا قشطير. قد كنت جاوبتي معك. أنا مش حسيت أتأكد لسه فاكر ولا لا؟ أيوة قلبتني ذا الحين. بما إنك شاركت معنا، معك أول جائزة مقدمة لك من فاتن للتجميل، أدوات تجميل، وكمان معك من عالم الجنز، مركز عالم الجنز، جائزة ثانية. شكرا لك وألف مبروك. أهلا وسهلا. إيش يعني دواحق؟ فكر، شوف الشيء اللي في راسك على طول يجي قوله. ايش تتوقع لما واحد يجي من مارب يقول لك دواحق؟
ايش معناه؟ فكر لا تستسلمش، لان احنا لازم نوصل لمعنى، لازم تفهموا ايش الكلمه ايش معناها. انا ما حخليكم تمشوا الا قد عرفتوا ايش معناها. ايش يجي في بالك لما واحد يقول لك دواحج؟ ايش ممكن تتوقع؟ وانا حقرب لك معك لو شفتك قربت حقرب، شفتك بعدت حقرب. ما ندخلش في اللهجه حق معرفة. ما اختلفناش، انا داري انه اللهجه صعبه وقد تكون الكلمه صعبه، بس انا حسهل لك. اي دواحج حاجه تستخدم، ايش عاد تشتي؟ تستخدمها انت قد استخدمتها وانا متاكد. ايش ممكن؟ كيف حالك؟ كيف انه دواحج كيف حالك؟ اداة تستخدم. شيء تستخدم دواحج. ايوه دواحج. دواحج فكر. حاجة نستخدمها. نستخدمها في اي شيء نستخدمها. اي انسان يستخدم الدواحج. النظارات. ايوه. النظارات اللي يلبسوها الشمسية ولا العادية؟ يعني واحدي. النظارة الشمسية ولا الشمسية؟ الشمسية غلط. عادية. العادية برضو غلط. لأنه مش النظارة. دواحج. مستسلمين كذا. هجيب لكم الكلمة الثانية أسهل. جيب أي حاجة وأنا أجيب لك حسهل لك. مثل ايش؟ أقرب لكم كلمة ثانية، في ناس يقولوا لها حيوش. أي كلمة ما بش في بالي ذا الحين. استخدم كله. حاجة تلبسها. ايش عاد باقي؟ والله الصندلز يعني صندل ولا صندل أو الصندل الحذاء. يعني الأحذية والحيوش والاسم تسمى ايش؟ يعني أول إجابة جبتها صح. ايش يعني غيبة؟ غيبة يعني غربة. يعني لو واحد اغترب نقول له غبت، يعني غيبة كذا في مارب. أيوة غيبة يعني الغيبة الايش؟ الغربة. إجابة غلط. بس تصدقي انت جبتي كلمة قريبة، لكن هم يقولوا غيبة. غيبة. لو واحد من مارب قال لك غيبة، ايش يعني؟ كلمة سهلة داري بالإجابة. هات أي شيء. غيبة. فكرش كثير، بس قول الكلمة اللي في بالك. ما بش في بالي. تابعت معيوني يمكن تطلع كلمة. غيبة. كلمة سهلة غيبة. انت كنت بتقول حاجة، ايش كنت بتقول؟ كنت قصدي الغيبة والنميمة يعني. الغيبة والنميمة، لا الغيبة والنميمة بعيد شوية، بس غيبة. ايش يعني غيبة؟ في مارب. انت على فكرة الكلمة جبتيها قريبة. مختفي لما الشخص اختفي. أيوة. غيبة شخص اختفى، قريب لكن مش هي هذه الكلمة اللي يقولوها. فكري أكثر. اختفى. هل معناها غياب يعني؟ غياب. أيوة بس هو غياب فعلا، قريب من غياب، لكن لشيء معين هم يقولوا الغيبة. يعني لو أقول لك في خلاص نلتقي في الغيبة. نلتقي في الغيبة. بعدت الآن لا ما بعدش أنا حاولت أقرب. نلتقي في الغيبة. نلتقي غيبة. أنت لما واحد نقول لك نلتقي إيش حيكون فيه ومتى صح؟ يعني الغيبة هل هو مكان أو وقت؟ في الوقت يعني نلتقي. خلاص في وقت. أيوة إيش هو الوقت هذا؟ غيبة هو وقت من الأوقات يسموه غيبة. طب أقرب لكم، هو وقت غيبة. نلتقي غيبة. وقت لاحق ولا ايش؟ وقت لاحق. وقت آخر. نفسه انت لازم يكون معك اجابه ثانيه شويه. نفسه اول حاجه قلت لي نفسه. يعني خلاص نركز معك بعدك خلاص. وقت لاحق مش وقت لاحق، بس هو وقت معين يسموه غيبه. معنى ثاني. ايش اللي في بالك غيبه؟ في وقت من الوقت يسموه غيبه. وقت الظهر. يعني وقت المغيبة في الليل. المغرب. ليش غيرت الحين؟ وقت الظهر يلا قبل الظهر. وقت الغروب. مين منكم تتوقع انه يكون اصح؟ تتوقع له؟ الظهر هذا ما تتوقعهاش؟ يمكن.
عادك يمكن، لكن انت ايش اللي خلاك تقول مقتل الغروب؟ كذا من على الكلمة يعني غيبة يعني. غيبة ايش؟ الغيبة يعني وقت الغروب غيبة الشمس. الشمس. وقت الغروب هو غيبة الشمس، يقولوا غيبة يعني ايش؟ شمس. اذا الصراحة عنده انت بس دعم له. طيب بما انكم شاركتوا معنا، معكم جائزتين، الاولى مقدمة من مركز عالم الجنز للملابس العالمية، تفضل. وكمان معكم جائزة ثانية، فاتن للتجميل يقدم لكم ادوات مكياج وتجميل، تفضلوا هذه الجائزة الثانية. ايش يعني خشوط؟ خشوط المغرب يقولوا خشوط. ايش يعني خشوط؟ ما ادري. فكر، حاول، ايش يجي في بالك لما يقول لك خشوط؟ ملعقة. ملعقة. الملعقة اللي هي كلوبة. ايوه، لانه بعضهم يسموها خشوقة. بعضهم يقولوا ليش؟ خشوقة. خشوقة فين؟ ايوه في مارب. اها، بس هذه خشوط. في مارب. يعني زيها ولا مختلف؟ مختلف طبعا. مختلف اكيد، لانه ملعقة غلط. خشوط. خشوط. خليك شوف، اذا تيجي تعرف الاجابة خليك مركز معايا، حط عينك في عيني، لانه انا عارف الاجابة، فانت لما تتفرج لي حتحصل الاجابة في عينك. ايش يعني خشوط؟ شوف عينك راحت هناك، مش حتجاوب. خشوط. تفرج لي انا حتحصل اجابة هنا. يا العين. شخص خشوط. زقع او ملذوع. زقع او ملذوع، هذا بلهجتنا. خشوط يعني زقع او ملذوع، يعني ايش يعني زقع؟ يعني ايوه هذه زقع مدري ايش. شوف في حاجه قريبه لكنه مش كذا، يعني مش هو الزقع. ذكي. خشوط ايش؟ ذكي. يعني الانسان الذكي، يعني لو معك واحد من اصحابك ذكي تقول له خشوط. الاجابه غلط. كان كيف؟ خشوط يعني شخط. شخط فين؟ هنا في وجه. ايوه، يعني لو واحد شخطك في الوجه نسميه خشوط. ولا شخوط؟ احنا نسميه شخط. شخط. ايه. الاجابه غلط، انا قلت خشوط وليس شخط. خشوط. خشوط. عندك اصحاب؟ لا والله. معارف؟ ما في واحد بينهم خشوط؟ يعني خشوط يعني واحد بينهم خشوط ما فيش؟ يعني ايش؟ ايوه يعني ايش؟ منور يعني ايش؟ فكر، هات اي كلمة تحصل بالك. خشوط. خشوط يعني مش تمام. مش تمام؟ ايه. طيب مش تمام خشوط. مش تمام يعني. واحد مش تمام خشوط. ايه. ما تركبش. يعني ما قربتش. ها لا ولا حتى قربت. ممكن بس مش انه مش تمام، يعني صعب يعني واحد خشوط. ماذي. ماذي يعني مش مآذي لكن خشوط غريب، ولا كثير الصفات بس خشوط. فكر كمان شوية. كثير الايش؟ مش كثير الصفات، كثير حاجة. كثير المزح. لا مش المزح، اي واحد يطفش. خشوط يعني ما اقول لك تافه. تافه خشوط. لا هو مش انه يضبح بك بس، هو يضبح. خشوط هذا واحد يضبح، اذا زود الخشاطة حقه يضبح. ايوه يعني آدمي خشوط يعني ما تقربش للهجة حقنا، يعني حق صنعاء. انا عارف انها ما تقربش للهجة، هي من مارب قد نقول لك، يعني ولا في حاجة مقرب لها. خشوط. في تعز ممكن يكون هدار. خشوط. ايش الباقي؟ هدار خشوط يعني ما عرفت. ايه. زيد الكلام. يعني ايش؟ زيد الكلام، يعني كلامه كثير. نعم. ثرثار يعني، وكلامه ما له معنى. صح. كلامه فاضي. ايش يقولوا له؟ زيد الكلام. ثرثار. اللي يثرثر بكلام ما له معنى ايش يسموه في مارب؟ ثرثار يعني زيد الكلام. يسموه الكلمة ايش هي؟ ثرثار.
خشوط. خشوط يعني لو واحد بعد اليوم جاء قال لك خشوط انت فاهم ايش معناها؟ ايوه خلاص ما عاد تنساها. ايش معنى كلمة، ايش كلمة قريبة من صنعاء كمان؟ ادوي. ادوي واحدة من زميلاتك جالسة معاه قالت لي طلب من مار قالت ادوي ادوي يلا ندوي. يعني نروح. نروح. طب نروح في الليل يعني متأخر أم نروح بدري؟ في الليل متأخر. الليل لما يكون متأخر نقول ندوي. ايوه يعني زي نضوي. ايوه. الإجابة غلط. بالنهار. بالنهار برضو غلط. هي نهائيا مش معناها نروح. معناها مختلف تماما. ادوي. داوي. ها قربت لك. داوي. داوي. يعملوا يشتغلوا برضو غلط. داوي ادوي. اتكلم. ايوه هذه جدا سريعه. ايش معناها؟ اتكلم. في صنعاء هنا ايش يقولوا؟ داويه. صح؟ ايوه هدار داويه. هناك يقولوا ادوي ولا داوي يعني ايش؟ يلا ندوي. نحكي. يلا نحكي يلا نتكلم. اجابتك الثانيه جت سريعه جدا. كيف قربت انت حسيتها كذا يعني ولا ايش؟ لا يعني شوف بعض الكلمات مفهومة. أيوة قريبة يعني تقدر تفهمها. ايوه تكون. بما انك شاركت معنا في معاك جائزتين، الجائزة الأولى مقدمة لك من عالم الجنز، مركز عالم الجنز طبعا لأرقى الملبوسات، تفضل. ومعك الجائزة الثانية مقدمة من فاتن للتجميل، أدوات زينة وتجميل. مبروك وشكرا. ورجعنا من فقرة الميدان. طبعا الكلمات اللي اختارها خالد في الميدان كانت دواحق اللي هي طبعا الأحذية، وكلمة غيبة اللي معناته غروب الشمس، والقشطير اللي هو قدر الطبخ. قشطير اللي معناته قدر الطبخ. وكلمة ادوي يعني اتكلم، والداوي اللي هو الكلام. في صنعاء يقولوا الداوية بس اللي هو بالمعنى السلبي الهدار الزايد. وفي القابلة. القابلة معنى بكرة، تحس انه المعنى بعيد صح؟ ايوه. وكلمة لاغبة معناتها تعبة. والسحبول الحجر. هذه كانت كل الكلمات اللي سأل عليها خالد في الميدان. كمان احنا معانا كلمات اللي هي زالك ومعناته الدعاء بالموت، وأهباك اللي معناته أهبل، وكلمة لك طرفة اللي معناته لك الموت، وكمان إجا اللي معناته تمام. وفي كمان كلمات وخر يعني بعد مني، هي كلمة كمان صنعاني. واسرح، اسرح هذه امشي بس بالنهار عند أهل المعرف. ما ينفعش يعني أقول لك اسرح بالليل، لا. وضوي هي بالليل، المجيء بالليل. أيوة. كلمة مخدم اللي معناته المطبخ، وكلمة قفنة اللي هي الصحن، وكلمة سكهة اللي معناته راحة. وساعة معناه تعال، وش تبي يعني ايش تشتي ولا ماذا تريد. وسكة، سكة ايش هي؟ الصالة. ما عينت اللي ما حصلت. إرح يلا نمشي. وغادي هناك. وما باه غادي اللي معناته ايش؟ هناك. غادي يعني مثلا فين يسرع غادي يعني هناك. وكمان معهم كلمات اللي هي أقبض يعني امسك. وما نطيع يعني ما نطيع يعني مش راضي. ما نطيع. والرمة اللي معناتها مش حلو أو مش حالي. وما غرقت يعني مش مهتم. وكلمة مصون اللي معناها مقرمة. صنعاء مصون هذه قماشة تاريخية معروفة لصنعاء. وزولية يا يسرى سجادة ما شاء الله. وعشت أمس يعني قبل أمس. وخداعة هبالة. وكلمة أنتي لومة أو لوم معناته لا. وبغيت يعني تريد. وعواد بلا سلاح أو بدون سلاح. أيوة. أنت شلية بختش يعني أنت شلية يعني أنت بخير وترديها بمعنى حظك حلو. أيوة مثل حظك. كمان من هذه الكلمات قلع ضد القوم معناته قلع وجهك، سبة يعني. أيوة. كمان مرسمة أو مداد اللي هو قلم الحبر. وكرشم أو كرشن اللي معناته قلم رصاص. وكلمات انزقل اللي معناته طاح.
طاح أو سقط. ونسمي يا تغريد عن كلماتي، يعني وسعي أو فسحي مكان عشان أقول كلماتي. أيوة. والشولة. والشولة يعني الإيش هذا؟ يعني الإيش هذا؟ يعني هذا من باب الفضالة، أني لما أكون معي حاجة وأنت تجي تقول الشولة. والشولة. ولحفة يعني هي نفسها الستار الصنعاني. والمقود اللي هو التاج من فضة اللي بتلبسه طبعا العروس. أيوة المقود. مقود. وفدوة اللي معناته حفلة العروسة قبل من يعني يسووا للبنت قبل ما تروح بيت زوجها، هذا يوم العرس فدوة يسموها. وكمان حطة اللي معناته الكسوة، حق الكسوة بشكل عام. وسيار اللي هي زفة العروس بأبيات شعرية، لما العروسة تتزوج يزفوها بأبيات شعرية. حاجة جميلة. وخايلي يا تغريد، يعني شوفي يا تغريد. أيوة. والمنامة اللي هي إيش؟ اللي هي الحوش اللي بيكون خلفه شبابيك. أيوة. والمزقم. مزقم حوش البيت، صنع المزقم اللي هو الممسك. لا المقبض. أيوة المقبض. بتعملش. والسيب هو الممر بين الغرف. وكلمة الشرح يا يسرى اللي معناها الشرح هذه طبعا زي المناظرة بين فريقين أو مجموعتين، يكون لكل فريق أو مجموعة شاعر يقولوا كلمات شعرية. أيوة. يقول الشاعر كلمات شعرية والفريق تبعه يرددها ويلحنها، الفريق الثاني عليه إيش؟ يرد. تكون بمثابة منافسة. أيوة مناظرة زي الزوامل كذا. طبعا هذه كانت بعض كلمات اللهجة المغربية، واللهجة المغربية معها كلمات بحر تعتبر. نحن أخذنا ولو نطفة صغيرة من هذا البحر. نروح لهذا الفاصل وراجعين. وصلنا معاكم طبعا لفقرة مشاركات الجمهور. مشاركات الجمهور عبارة عن مقاطع بيكونوا رسلوها لنا عن اللهجات، أمثال، حكم، أي شيء يخص أي لهجة من اللهجات، بس ما بيختص بلهجة معينة، يعني ما بيختص بلهجة اليوم اللي هي ماربية، بيكون من كل اللهجات. ونروح سوا نشوف هذه المشاركات وراجعين. عفاف المرحلي من محافظة صنعاء. اللي عندنا كلمات صنعانية، مثلا في مثل يقول عروسة مقنبعة. معنى المقنبعة مش اني مهفوفة او مرجوجة او بلا فه، لا، معناها انها لابسة طنبوع، بمعنى يعني نقول لبس شعبي صنعاني، وهذا معناه عروسة مقنبعة. مثلا قوسبي معناها اجلسي. لهجتنا حلوة. أنا مشير الشارحي، ومعي لكم اليوم كلمة هذه تسمى الزارقة. الزارقة هي عبارة عن وجبة تعطى للبتول بين الساعة 12 ظهرا أو بين الساعة 6 صباحا والساعة 12 ظهرا. هذه الوجبة تسمى الزارقة. طبعا تعطى للبتول الذي يحرث الأرض، وهي عبارة عن مصطلح أو كلمة تعزية منتشرة في أرياف تعز بكثرة. لهجتنا حلوة، دمتم بخير. وزي ما شفنا مشاركات الجمهور، انتم فيكم كمان تشاركوا معنا بهذه الفقرة، انكم تصوروا انفسكم تقولوا اي كلمة لاي لهجة او اي شيء او مثل وترسلوه لنا. تقولوا اول شيء اسمكم، وبعدين بالنهاية تختموا الفقرة او تختموا المشاركة بلهجتنا حلوة. كمان يا تغريد فيهم يشاركوا معانا، مش بس مشاركة اللي هي مقطع فيديو أو صورية، لا، في مشاركة كمان كتابية، إنه بس تدخلوا على جروب لهجتنا حلوة، هاشتاج اكتبوا بس هاشتاج لهجتنا حلوة، بتظهر لكم المجموعة، شاركوا معانا فيها أمثال، حكم، تعقيبات، يعني أي شيء يخص يعني إذا حابين يشاركوا في الصفحة أو بأي مشاركة، حتى بحقتهم الصفحات لما يكتبوا أي تعليق أو أي مشاركة يعملوا هاشتاج تحت على طول، نحن نقدر نطلع عليها. أيوة، يعني نوع المشاركات، في مشاركة صورية وفي مشاركة كتابية. كيف ما حبيتوا تشاركونا فيكم تشاركونا، يعني في أسهل من كذا، يعني شاركونا. خلصت طبعا لهجة اليوم، كانت لهجة فعلا جميلة ومميزة وممتعة. أيوة، اللهجة الماربية مثل باقي اللهجات اليمنية ثرية، وإحنا ما استعرضناش إلا شيء البسيط، لأنه هذا هو وقت البرنامج اللي يخلينا نأخذ حاجة بسيطة من اللهجة. تابعونا في حلقة جديدة من برنامج لهجتنا حلوة على راديو وتلفزيون يمن المستقبل. كنت معكم أنا تغريد سعيد وأنا يسرى عيضة. لهجتنا حلوة، في أمان الله.